أخذ القرار بالتصويب في اللقطة الماضية. شوف هو اللي بدأ الهجمة وهو اللي أنهى الهجمة بتسجيل أول أهداف المنتخب النرويجي في الدقائق الأولى. هدف سريع، هدف سريع لمصلحة المنتخب النرويجي. شوف يوم تسجل في البداية راح ياخذ الثقة أكثر وأكثر في الدقائق القادمة. يعني شوف حتى التصويبة ما كان الضغط حلوة 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 اللقطة عن طريق المتقدم أمامنا نزار الرجدان. شاهد حارس المرمى هلا، شوف التمرير، شوف التمريرة، وهنا الاستخلاص بكل سهولة بكل هدوء يسجل ثالث الأهداف لارسن لمصلحة منتخب النرويج. النرويج اللي راح تكون له مباراة قوية ومهمة مع منتخب جورجيا يوم 12/9. يوم 12/9 مواجهة يعني تعد بالكثير والكثير بالكثير والكثير، لكن شوف الهدوء، شوف الأعصاب في شوط المباراة الأول. لكن شوف دائما كل كرة، كل فرصة، كل تهديد لازم يكون في توقيع عن طريق الشاب نوسة. تصويبة من نفس الجهة اليمنى للمنتخب الأردني، الجهة اليسرى للمنتخب النرويجي، والتصويبة كانت بعيدة للغاية على يزيد أبو ليلى. أتى الهدف الرابع ونتيجة. شوف التمرير، شوف السرعة من الشاب صاحب 18 سنة، وصل الكرة لأوديغارد لكن عدت عن طريق أوديغارد الكرة الماضية. تشوف القائد والكابتن أوديغارد، لكن يزيد متألق، يزيد أبو ليلى بالتصدي أنقذ المنتخب الأردني من هدفين إلى 3 أهداف محققة لغاية الآن في شوط المباراة الأول لرفاق هالاند في التصفيات الأوروبية.